البلوجر دي مشهوره قوي بالحركه دي. بيسكلي هي بتحط طبقه ليكويد هايلايتر او كريمي هايلايتر تحت الكونسيلر كده، بتحط عليه الكونسيلر وبتدمجه كويس، والنتيجه ان بيطلع معاها حرفيا فلولس اندر اي، كانها حاطه فلتر تحت عينها بالظبط. تعالوا بينا نجرب الموضوع ده. قدامي كل الكريمي هايلايترز اللي عندي عشان اجربهم. قررت استخدم ده نوع ليكويد هايلايتر كوري كده. خليني كده افرده تحت عيني، يعني اتمنى تكون لمعته باينه على الكاميرا. هو مش جليتري قوي بس هو شايني كده، شبه اللي هي بستخدمها شويه في الفيديو. حاول بسبونج ادمجه اكتر علشان خاطر يعني حاساه فاتح قوي، وانا بحب البرو يا جماعه، بس مش لدرجه ان انا احطه تحت عيني، فانا مش مطمنه، بس هكمل الفيديو. هاخد الكونسيلر بتاعي عادي جدا، هحط الناحيه دي بالطريقه بتاعتي العاديه اللي انا متعوده بحط بيها، والناحيه دي هحط على الهايلايتر اللي احنا عملناه، ويلا ندمج. هو انا بدمج مش حاسه اي فرق، يعني مثلا مش حاسه ان الكونسيلر خطط مني او كلكع مني. ده كده الفرق ما بين الناحيتين، دي الناحيه اللي فيها الهايلايتر ودي ناحيه من غير الهايلايتر. اون كاميرا حاسه ان الناحيه دي منوره سنه بسيطه عن الناحيه دي. لما ببص في المرايه انا لا حاسه ان هنا الهايلايتر باين من تحت الكونسيلر. هو عامل شاين حلو كده، هو عاجبني بصراحه، ولا شكله مخطط ولا شكله وحش. شكله مش وحش، شكله عاجبني. بس خلي بالكم من نوع الهايلايتر اللي انتوا بتستخدموه، لانه لازم يبقى حاجه ناعمه قوي ما فيهاش اي حبيبات جليتر عشان ما تبانش من تحت الكونسيلر. دي تريكايه انا شايفه ان هي نجحت جدا، ومخليه الميك اب شكله حلو، ومديه للميك اب كده سنه انف انا بحبها. واكيد هستنى رايكم تحت في الكومنتس.